السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ودائما بصحه جيده. بغيت نشارك معكم هاد المخيمات اللي كيجيو رائعين في الشكل ولا في المذاق. تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخر، ما تبخلوش عليا بلي لايك والبارطاج باش يوصلكم جميع الوصفات ديالي. وانا قبل ما نبداو ما ننساش اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ونبداو بسم الله على بركه الله مباشره الوصفه ديالنا. غندوز هنايا عندي اول حاجه، عندي 4 الكؤوس ديال الفورص، وعندي هنايا كاس ديال الفينو. صافي غندوز هنا مباشره، عندي معلقه ديال الخميره، الملح، معلقه ديال السكر اولا ديال العسل. عندي هنايا الماء ضروري يكون دافي، ونبدا نجمع العجين ديالي. نحاول نذوب ديك الخميره هي الاولى صافي، ومن بعد نبدا نجمع. صافي كيف ما شفتوا معنا كتكون هذه العجينه ديالنا. غنخليها هنا ترتاح واحد شويه ونرجع ليها. هنا من بعد ما ارتاحت واحد شويه غنرجع ليها. بهذه الطريقه صافي ندوز ندير لها شويه ديال الزيت، ونخليها ترتاح. صافي هنايا من بعد ما تحت ليا العجين ديالي مزيان، صافي غندوز هنايا غنقطعها على 4. صافي من بعد ما قديتهم بهذا الشكل ندوز نحطهم هنا. صافي نغطيهم ونخليهم يرتاحوا واحد 5 ديال الدقائق. صافي غندير شويه ديال الزيت هنا، غنهز اول وحده ونبدا نطلقها. من بعد ما طلقتها هكا صافي ندير شويه ديال الزيت، عندي هنايا شويه ديال الفينو، ونجمعها بهذه الطريقه. صافي نجمعها هكا مليويات العاديين. صافي نحاول نجمع على هادو ندخلو ليه هكا في القنت. صافي ندوز نقلبها هكا صافي ونخليها ترتاح مزيان. ندوز للثانيه بنفس الطريقه.
هنايا هكا بنفس الطريقه اللي درت الاولى. هذه حتى هي غنطلقها مزيان. صافي هذه ندير لها هكا شويه ديال الزيت. عندي هنايا الزبده بهذه الطريقه. شويه ديال الطحين. صافي ونحاول انني نروليها بهذه الطريقه. صافي من بعد ما روليتها بهذه الطريقه غنحطها هنا ترتاح واحد شويه وندوز للثانيه. صافي انا هنايا جوج غنديرهم مليويات وجوج غنديرهم مخمرات في الفران. صافي حتى هي شويه ديال الزيت والزبده طحين صافي ونبدا نروليها. هنا من بعد ما ساليتهم غنحاول انني نجبدهم شويه بهذه الطريقه، غير واحد شويه ماشي بزاف. صافي ونحاول انني نروليهم بهذه الطريقه. صافي حطيت هادو هنايا نغطيهم بلاستيكه نخليهم يختمروا واحد شويه وندوز نخبز داك الملويات. هذه هنايا الاولى صافي وندوز ندهن المقله ديالي بشويه ديال الزيت. ندوز نحط الخبزه ديالي نقادها. صافي ونخليها طيب. صافي غير تشد راسها واحد شويه وندوز باش نقلبها. صافي مره ندورها بهذه الطريقه باش طيب ليا مزيان من كاع الجوانب. صافي من بعد ما طابت لي هذه ندوز نطيب الثانيه. ما ارتاحوا لي واحد شويه نحاول انني نسقهم بهذه الطريقه.
عندي هنايا انا البيض، بامكانكم دهنوا لهم غير شويه ديال الزيت وتدخلوهم للفران. انا عندي هنايا شويه ديال البيض، عندي هنايا كاوكاو كونكاسي ونوزو بهذه الطريقه. صافي هنايا من بعد ما وزعت داك كاوكاو كونكاسي والبيض غندوز باش ندخلهم الفران. هنا من بعد ما جبدتهم وهما مازالين سخان، عندي هنايا العسل، نحاول انني ندير لهم الوجه ديالهم هكا بهذه الطريقه. شوفوا كيفاش كيجيو، راه ما شاء الله روعه. شوفوا غنحاول نقطع معكم شي شويه. شوفوا هنايا الملاوي ديالنا، هانتوما شوفوا كيفاش كيجيو من الداخل. هذاك الروليات اللي كنا مرولينهم كيبقاو ما شاء الله، كتجي العجينه رطبه. وانا كنقول لكم الى عجبتكم لا فيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك، وبسلام عليكم فيديو جديد ان شاء الله.